السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. شايفين البسيسة اللي اتجنن بجد حلوة قوي. والله عايزة اقول لكم انا اصلا ما لحقتش ان انا اسيبها متقطعة، اصلا ما لقيتهاش بعد كده، يعني كانت خطيرة بجد. يلا بينا نشوف المقادير معانا. كوبايتين ونص دقيق بسيسة، اللي هو الدقيق الذرة الاصفر، موجود في اي سوبر ماركت، وكوبايه ونص بس من الدقيق الزيرو، وكوبايه وربع لبن، ممكن من كوبايه وربع لكوبايه ونص على حسب ما هتشوفوا القوام دلوقتي اللي انا عايزاه يعني، والدقيق بتاعنا عامل ازاي. وكوبايه الا ربع سمنه على الزيت، وثلاث بيضات بس. ومعانا بعد كده ربع معلقه بيكنج صودا، واللي هي كربونات يعني. وبعد كده هنحط كيس بيكنج باودر بس كده، ورشة ملح صغننة. دي المواد الجافة مع بعضيها. ويلا بينا بقى نشوف السوائل هنعمل فيها ايه، والسكر هنحط قد ايه كمان عشان انا ما قلتش السكر. يلا بينا نشوف. هنحط 3 بيضات ومعاها يعني كيسين فانيليا او نص معلقة فانيليا كده، حلوة سايلة او يعني باودر اللي عندكم. حطيت هنا كوباية، يعني ما كملتش كوباية وربع سكر، على حسب بقى السكر اللي انتوا حابينه. كوبايه وربع هي الكوبايه ونص، بس انا حطيت كوبايه وربع. تمام. وبعد كده بحط السمنه ال يعني على الزيت بتاعتي اللي هي المقدار بتاعي، وبعد كده على اللبن. بحاول ان انا اضرب كله من غير خلاط، من غير اي حاجه، بايدي كده على طول. بجد يعني سهله جدا، مش هتاخد معانا وقت خالص، المضرب اليدوي. بس كده. بعد كده بقى بكون محضره المواد الجافه على بعضيها دي والحاجه، وابتدي احط بقى المواد السايله، واقلب بالراحه في نفس الاتجاه زي ما احنا شايفين كده. اقلب بالراحه لغايه ما احس ان انا خلاص القوام بتاع الدقيق والمواد السائله تجانس وبقى مضروب، ويعني بالقوام اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. تمام. اهو بفضل اضرب اضرب. عارفين بقى، يعني انا اول مره اجرب الدقيق ده عجبني جدا. بجد خطير قوي. والدقيق بتاعه اصلا مش خشن، اللي هو ناعم، فطعمه حلو قوي بصراحة يعني. حلو قوي، عجبني اول مرة اجيبه، بس بعد كده هجيبه على طول بإذن الله. كانت سريعة سريعة. وبعد كده اهو بصوا القوام ده، انا عايزة القوام ده. كان حلو قوي. ونحطها في صينيه ما تكونش يعني الحواف بتاعتها واطيه شويه، تكون عاليه عشان لما يعني طالع لفوق شويه. هي البسيسه مش بيبقى فارق معانا يا جماعه عاليه قوي او يعني واطيه، كده كده هتتاكل. يعني انا عايزه اقول لكم ان دي ما لحقتش، انا يا دوبك قطعتها سبتها على الرخامه تبرد، رجعت لقيتها بالهنا والشفا. احنا هنشوف دلوقتي يعني. انا لحقت اصورها بس هي كانت طالعه لسه، وحطيت على وشها سمسم زي زمان يعني. يعني لقيتها لطيفة بصراحة وطعمها حلو قوي. هنا كنت بقطعها بقى بجد، بس كان طعمها مش عارفة اقول لكم ايه. انا زودت دقيق البسيسة عشان انا اللي هو دقيق الذرة الاصفر يعني، عشان بحب يعني بحبه باين، بحب طعمه باين. بصوا هنا ده اللي كان باقي يا جماعة، هو ده اللي كان باقي وبس. يعني زي ما احنا شايفين كده كانت جميلة وخطيرة جدا. ونستنى عليها ما تبقاش سخنة قوي ونقطعها. هنا كانت برضو هي في نفس الوقت كانت سخنة، وعايزة اقول لكم تحفة، تنفع مع كوباية شاي بلبن، خطيرة. يلا جربوها، ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم.